شفت الناس والاهالي المحترمة اللي تقول لبنتهم ادي الاهل جوزك بالجزمة على راسهم، واللي يتشدد لهم واللي يقف لهم، وان كان عاجبهم اهلا وسهلا ومش عاجبهم يولعوا بجاز. ستات محترمة واهالي محترمين، الناس اللي بتخلي مرات بنتهم تخلي اهل جوزها عايشين في جحيم عشان خاطر ان هي انسانة انانية طماعة، انسانة ما بتحترمش حد، ما بتحترمش وجود حد، عايزة تكون هي الراجل في البيت، كون كل الكلام كلامها هي، كل الطلبات منها هي، كل الأوامر منها هي، وكأن ما حدش غيرها. وللأسف تيجي تبص في الآخر تلاقي بنتي زي دي لا هي دكتورة ولا هي مهندسة ولا هي حاجة أصلا في المجتمع. وكمان من الناحية التانية تيجي تبص تلاقي البنت دي لا جمال ولا مال ولا أي حاجة في الدنيا، مجرد بنت واخدة دبلوم، واخدة إعدادية، ما تسواش 3 جنيه. استغفر الله العظيم يعني. دي قصة حقيقية من واقع الحياة، إن في بنت أهلها بيعاملينها، والدها توفى وأهلها مخليينها مدللة بمعنى كل السفالة اللي في الدنيا. ما اقولكوش بقى سفالة، قلة أدب، طمع، جشع، أنانية، بخل، شح، كل المواصفات والصفات القذرة بتتحط فيها هي وموجودة فيها هي. وبالتالي لما تقدم لها كم شاب، محدش طبعا كان بيرضى اصلا يدخل لها، كل ما بيشوف صفاتها بيدخل لها وبيرجع. ما كانش بتتخطب لحد ما ربنا وقع لها واحد هو ابن حلال، بس في نفس الوقت طيب على نياته. الواد ده قدرت تضحك عليه هي واهلها لحد ما اقنعوا ان هي مفيش منها اتنين في الدنيا، ادب واحترام واخلاق، لانه كان بيروح كل فين وفين. زي ما انتوا عارفين الخطيب بيروح لخطيبته امتى. وفي الاخر لما يتجوز خلال 6 شهور يشوف معدنها ومعدن اهلها الحقيقي، الغش والقلة الادب والسفالة، وما بتسمعش الكلام، وكمان بتمثل ان هي مريضة. كل الصفات وكل مفيش ميزة بمعنى أصح، مفيش فيها ولا في شكلها ولا في جسمها ولا في أهلها ولا في أي حاجة خالص ميزة. الشاب ده وأهله اكتشفوا إن هو دخل شيطان، أو بمعنى أصح إبليس. دخل إبليس البيت عنده، كل يوم مشاكل مع أهله، كل يوم مشاكل، كل يوم بتخترع حوارات، كل يوم بتعمل مشاكل مع أمه الغلبانة، لحد ما خلت اخواته البنات كرهوها بمعنى الكلمة، وكمان خلت حماتها كرهتها بمعنى الكلمة. ويوم ما عمتها انفجرت فيها وقالت لها كفاية، بهدلت امي بما فيه الكفاية، حرام عليكي، فضلت تشتم وتزعق وتقول انت ملكيش كلام عليا، وانت تكوني مين عشان تشتميني، وانت وانت وانت. وبتقلب الكلام كله كذب بمعنى اصح، ان الكذب ماشي في دمها زي المية اللي ماشية بالظبط على الارض. هي دي البنت دي. فعايزة اقول كلمة النهاردة يا ناس ويا اهالي، لو شايف ان بنتك انسانة محترمة، بنت مؤدبة، بنت كويسة، بنت هتصون الراجل والاهل اللي هم رايحين له، اللي هي رايحه لهم، اهلا وسهلا جوزوها وعلموها. لكن لما تشوف بنتك سافلة قلة الادب، ما بتعرفش انت كأب او انت كأم او انتوا كأهل بتكلموها، بتعرفوش تكلموها، بتعرفوش تاخدوا منها حق ولا باطل، مش عارفين ان انتوا تسيطروا عليها بمعنى أصح، وشايفين إنسانة أنانية، إنسانة طماعة، إنسانة جشعة، إنسانة شح وبخل الدنيا فيها. يبقى حرام عليكم لما تجوزوها شاب كل ذنبه في الحياة ان هو وقع فيكم. هو ده ذنبه الوحيد في الحياة، ان هو وقع في ناس ما بتعرفش ربنا، ناس ما بتتقيش ربنا. انت لو بتتقي ربنا او عندك شاب زيه وعايز تجوزه، مستحيل ومن رابع المستحيلات انك هتنقيله بنت زي دي. لكن يوم ما توقع بنتك في شاب زي ده وتاخد عليه مش عارفة قايمة بكذا، وتاخد عليه ذهب بكذا علشان تمسكه. فانا بقول لكل اب وام بالطريقة دي واهلي بالطريقة دي، حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم، لانكم ما ربيتوش، لانكم ما علمتوش الادب، ما علمتوش الاحترام، ما علمتوش ازاي بنت تكون انسانه محترمه في بيتها وبيت جوزها. ما علمتوش بنتكم ان هي تحترم اللي اكبر منها، ما علمتوش بنتكم ان هي تصون العيش والملح، ان هي سر بيتها ما يطلعش بره. دلوقتي بقيت اشوف البنات اللي 24 ساعه قاعده على النت، والبنت اللي بتكلم عنها دي بالذات ال 24 ساعه
على النت. لو دخلت الحمام معلش يعني اهلها بيكونوا عارفين ان هي دخلت الحمام، واصحابها عارفين ان هي دخلت الحمام. جوزها لو قال لها اي كلمة، حماتها اي كلمة، كله يا باشا عند اصحابها وعند اهلها اول باول. وستها بقى تقول لها قولي كذا يا بنتي، امها تقول لها قولي كذا، واختها تقول لها قولي كذا، وعمها يقول لها قولي كذا، ولا وابوها يقول لها قولي كذا. تلاقي كل واحد بيقول لها كلمة شكله، طبعا هي زي الغبية تمشي ورا كل كلمة تتقال لها وتمثل وتعمل زيها. لما بتخلي أهل الزوج أو الزوج ذات نفسه بيكرهها لأبعد مدى، ومع ذلك ممكن يكون اللي بيخليه يتحمل شوية إنه ما يخربش على نفسه بمعنى أصح، بس هيجيله يوم وينفجر وهيرميكي بره. أستودعكم الله، والسلام.